عليلة مو عليلة خذني وياك بويا مو عليلة يا مو عليلة وعلى ضعنك تراني مو ثقيلة يا ابويا ثقيلة البنت خلاف والدها ذليلة واشوف انا سفرتك عنها طويل تقول ابويا وين تردون وين تردون تحملون بضعنكم وين تردون وسكتت همل دمعات العيون ويخاف ان وياكم ترحلون يا حسين بينا لا تقطعون. رجعت الي الحوراء زينب عم فاطمة القضية هكذا صارت تخبرها بالسفر وإلى تقلها عم يا ولي باري المريض المال أهل يا ولي باري الله أكبر ويا المريض المال أهل يا ولي باري خلاف أهل المرض من يتقضى عليه والله يموت ابن آدم ولا ينقطع به العمر يا واسفة بالحسرات يقضي الله. بعد ذلك انطت الاذن وقالت هبا معكم السلام يا ابا عبد الله الله ياكم يا ابوي بس مو تنسون ابا عبد الله تقلهم بالسلامة بالسلامة روحوا مودعين الله بسلامة ولا ولي الهجر يصعب منامه ويا على الشيالة وهلا بليل وعمامة وما خلاله من راحة وعلامة. بس أنا وياك نريد نشوف الموقف هذا. أنا دائما هذا الموقف شوية أفكر فيه أقول من تحرك الضعن وسار مسافة فاطمة العليلة وين صارت؟ قاعدة ظلت واقفة رجعت للدار وين صارت هول خلف الضعن؟ الشاعر يحل لنا هالمشكلة هاي يقول تعصر بديها ظلت واقفة تعصر بديها يا بيا وانا وجهها ويفت الصخر يا وانا وجهها والله يصعب عليها الوفراقهم يصعب عليها وما تصبر خلافها الموقف وأسألكم الدعاء. سار ضعن الحسين رجعت فاطمة إلى الدار شافت الدار خالية مظلمة موحشة الله أكبر قالت بويا هيك فراقهم حار لو أدري هيك فراقهم حار شاف ما قلت خلوني بالدار والله شبيدي على اهل صغار وكبار شالوا مظلي حتى تذكار اطب للدايار انا اشدها وانا اهلي شمهيدا يصرخ ببالي وان اهلي اشوف انا الضعون تريد وانا الجفون وبس خبر ومرد لي جفون وبس خبرهم لا تزال الدار الا بأهلها يا دار من بعد الحسين سلام فرج عنا يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم عجل بفرج مولانا صاحب الأمر والزمان، اجعلنا من أنصاره